قليل قوي انك تشوف مسلسل بيتكلم عن فترة التسعينات. يعني معظم المسلسلات اللي بتتكلم عن الفترات القديمة ممكن مثلا تجيب لك عن فترة السبعينات، فترة الستينات، انما فترة التسعينات قليل قوي انك تشوف اعمال بتتكلم عن الفترة دي. مسلسل ريفو مسلسل تسعيناتي كده حلو جدا، في شوية دراما على شوية غموض. والمسلسل ده احلى ميزة فيه ان كل الممثلين اللي فيه شباب. يعني مثلا ما فيش وان مان شو، ما فيش محمد هنيدي، ما فيش احمد السقا، ما فيش عادل امام، لا، المسلسل كله وجوه جديدة. الفيلم ده بطول الشباب كتير، منهم مثلا أمير عيد وراكين سعد. راكين سعد دي بتاعت مدرسة الروابي لو فاكرينها، المسلسل اللي كان مكسر الدنيا على نتفليكس ومن أحلى المسلسلات اللي انت ممكن تشوفها. وكمان صدقي فخر وتامر هشام وحسن ابو الروس وسارة عبد الرحمن. يعني في شباب كتير جدا جدا في المسلسل ده، شباب يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا 10 جداد، لا، كل دور في المسلسل ده كان فعلا فيه ممثل جديد. والمسلسل ده اخراج يحيى اسماعيل وتأليف محمد ناير اللي هو اخر اعماله تقريبا فيلم العنكبوت. حتى الاخراج والتأليف ما هماش مثلا الاسامي اللي هو انا هنزل هكسر الدنيا، لا، يعتبروا برضو شباب. فالمسلسل ريفو بكل الوجوه الجديدة دي كممثلين كاخراج كتأليف مكسر فعلا الدنيا ويستاهل الضجة اللي كانت معمولة عليه ولا لا؟ خلينا نشوف. حابب الاول كده اخد فكرة عن الجزء الاول. الجزء الاول بيتكلم عن فرقة او باند. الباند ده كان في التسعينات، ودول عبارة عن شوية شباب بيحبوا المزيكا ولا اكتر ولا اقل. والجزء الاول بيتكلم عن الباند ده هو مين واتجمع ازاي والتحولات بقى اللي بتحصل لهم، وده حصل له ايه وده حصل له ايه، ومين بقى شيخ ومين بقى بيزنس مان ومين بقى عنده شركة ومين اللي حصل له حاجة في حياته ما تعرفش مالها. فالمسلسل الجزء الاول بيخليك انت عارف شخصية كل واحد، عارف ده وصل لفين وده وصل لفين. واخر الجزء الاول كان فيه تساؤلات كتير جدا. ليه سارة عبد الرحمن عندها الشر المطلق ده؟ يعني ليه عايزة تبوظ كل حاجة هما كانوا بيعملوها؟ هل ده له فعلا سبب تبرر اللي بتعمله بيه ولا لا؟ وايه اللي حصل لشادي والغموض اللي في حياته والحادثه بتاعته كانت ازاي؟ انا مش عايز احرق قوي للناس اللي ما شافتش الجزء الاول، بس فعلا الجزء ده ساب اسئله كتير جدا، وده اللي خلاهم يعملوا الجزء الثاني، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. والجزء الثاني باختصار بيتكلم عن شادي وماري. وشادي ده المغني بتاع ريفو، وبتحاول تعرف ايه اللي حصل له والغموض اللي في حياته والغموض عموما اللي في القصه كلها. وفي نفس الوقت بتكمل كتابة السيناريو بتاع والدها وبتبدأ تدور على الحقيقة، والأحداث بقى بتتطور لحد الحلقة الأخيرة، بنعرف بقى ايه اللي بيحصل وكل العقد دي حلها ايه. فهل حكاية الجزء الثاني كان فعلا تستاهل ان يتعمل لها جزء ثاني ولا لا؟ هو ليه انا كل شويه اعرف حاجه لوحدي؟ ليه دايما بتقولوا لي نص الحقيقه؟ حتى لو اللي حصل ده هيوجعك. اكبر ديسكوتاك في العجم السنه دي. يلا. الاخراج بالنسبه لي كان مميز جدا جدا. الاخراج عرف يوديك التسعينات بالاغاني بتاعت التسعينات والموسيقى التصويريه بتاعت التسعينات، وكمان بالكادرات اللي عرف يوصلها لنا، سواء المشاهد بتاعت العجمي اللي كانت واسعه جدا على البحر، اتنين بيتكلموا على البحر جايب لك الشوت من فوق مثلا ايه اللي بيحصل لهم، كانت حلوه جدا جدا، وبين المشاهد الضيقه اللي في المعادي والمشاهد والحوارات اللي بتحصل بين الباند وبعضه، وبين الفرقه بتتعامل مع كل المشاكل اللي بتواجهها ازاي، وكل شويه مشكله وكل شويه بلوت تويست، ويا ترى ايه اللي هيحصل في كل ده. فالاخراج عرف يوصل لنا كل الاحداث المتوتره بين كل افراد الباند. فبالنسبه لي الكادرات الواسعه والكادرات اللي كانت بين الشخصيات كانت حلوه جدا جدا. حتى القطعات اللي بين المشاهد، مشاهد العجمي ومشاهد المعادي والاحداث اللي بتحصل بينهم، هتحس ان في سلاسه كده بين القديم والجديد، مش هتحس مثلا ان في مشكله في المونتاج ولا مشكله في القطعات، لا، المخرج عرف يعمل ده كويس جدا جدا، سواء بالاحداث سواء بالكادرات سواء بكل الكلام ده كله. والاغاني اللي كانت بتدخل كده في وسط المشاهد كانت فعلا مديها مود كده حلو للمسلسل. انت بتشوف فعلا مسلسل تسعيناتي حلو، مش سلق بيض كده وخلاص. زي الخياره، يوم في ايدك ويوم في ريفو. ريفو اكبر من كل واحد فينا. انا اصلا ممكن امشي وانتوا تكملوا عادي، محدش غيري هينتج ريفو. والاغاني في المسلسل كانت حلوه جدا. معرفش عجبتني عشان مثلا انا بحب الكاريوكي في الحقيقه ولا لا، بس الاغاني في المسلسل كانت حلوه جدا. الموسيقى التصويريه عموما كانت حلوه جدا جدا في المسلسل ده، والمخرج من خلالها عارف يوصلك كده الجو التسعيناتي باغانيه. وكان في كده كام اغنيه اصلا قديمه كانت في التسعينات جابهم لك في المسلسل عشان تحس بالمود كده معانا. انا بصراحه ما برشحش النوع ده قوي من المسلسلات، ولما حد يقول لي رشح لي مسلسل ما بيجيش في بالي قوي مسلسل زي ده، بس فعلا المسلسل ده حلو جدا جدا. من اول حلقه هتعوز كده انت هتخلص بقى بقيه الموسمين، اول حلقه هتجرك للثانيه للثالثه، لان الاحداث يعتبر فيها غموض شويه. كل اخر حلقه يعتبر في حاجه بتحصل عايز تعرف ايه اللي بيحصل بعدها، ايه اللي بيحصل بعدها، فممكن في يومين تخلص اصلا المسلسل كله. فعشان كده المسلسل بالنسبه لي ممكن ارشحه لاي حد بعد كده. 3 اشهر دي اخرت مشينا ورا الالات. زيكو is full of surprises. بقول لك ايه يا اسطوري،
هي دي اللي طلعت معاك في كل البنات بتحبك؟ دي اللي طلعت معايا في اغنيه نوبادي. التمثيل بالنسبه لي واحد من اهم العوامل في نجاح المسلسل. راكين سعد بالنسبه لي هي يعتبر نجمه المسلسل ده. راكين سعد مثلا مش ممثله مصريه، هي ممثله اردنيه، بس انت تتفرج على المسلسل ده مصريه 100%. واظن انها من احلى مسلسلات الشباب اللي المفروض تظهر اكتر من كده. وعلى فكره ظهرت في مسلسل رابط زي ما قلنا في الاول، وده من احلى المسلسلات اللي انت ممكن تشوفها. وكمان تمثيل صدقي صخر وتامر هاشم. تامر هاشم اصلا عضو من كاريوكي، يعني المفروض عارف الدنيا ماشيه ازاي، بس كممثل في المسلسل ده عارف يأدي دوره حلو جدا جدا، وعجبني جدا بصراحه. حتى الوجوه الجديده زي جلا هشام مثلا ومولا من السوشيال ميديا، يعني المسلسل جايب مجموعه شباب من كل حته، وبالنسبه لي مفيش حد اثر فيهم في اي دور، كلهم كانوا حلوين جدا من الكبير للصغير. حتى الادوار الكبيره في الفيلم، الادوار يعني اللي سنيا عاليه شويه، كلهم كانوا حلوين جدا. مفيش حد اقدر اقول غير مثلا ابو حسن ابو الروس اللي كل شويه يكح، كل ما يطلع هو بيكح بس، فدي كانت حاجه غريبه شويه بالنسبه لي، بس كتمثيل برضه كان كويس جدا. وبالنسبه لامير عيد، هل امير عيد ممثل حلو ولا لا؟ كان في جدال قوي ان امير عيد ازاي هيمثل، هو اصلا بيعرف يمثل لا، لانه شخصيته في الحقيقه هو يعتبر يعني مش عايز اقول بارد، بس هو هادي شويه. فهل امير عيد كان حلو في المسلسل ده ولا لا؟ بالنسبه لي امير عيد من احلى الاداءات في الفيلم، لانه كان بيمثل امير عيد، لا هو بيصطنع حاجه، تحس ان هو كان بيمثل مع كاريوكي مثلا. امير عيد بالنسبه لي من مميزات المسلسل ده، كان بيمثل براحته، ولا هو بيتصنع تمثيل ولا هو عامل دراما مش عارف، لا كان هادي، كان عاقل كده، تحس ان هو امير عيد في الحقيقه. وانا كشخصيه امير عيد انا بحبها جدا، شخص هادي ومتفاهم وبيتكلم بالراحه. فبالنسبه لي امير عيد في المسلسل كممثل كان حلو جدا، غير طبعا اغانيه التحفه. يعني اول ما تخلص المسلسل ده ممكن البلاي ليست بتاعتك كلها تبقى كاريوكي واغاني كاريوكي. المزيكا في مصر يعني صيف، حفلات بقى والبومات وقصص. مش عايز اعمل حفلات لناس تقول لناس عننا. شادي وقف كل حاجه وبعدها. ولو هتكلم عن السلبيات ممكن يعني اتكلم شويه عن طول ال10 حلقات بتوع الجزء الثاني. يعني بالنسبه لي كان ممكن يبقوا 8 حلقات بس او 7 حلقات كمان، كان ممكن نشيل بعض الحاجات اللي بالنسبه لي ما كانش ليها لازمه قوي، لان القصه كلها بتتلخص في ايه اللي حصل لشادي ومريم هتخلص القصه ازاي، والحادثه حصلت ازاي، وايه اللي حصل بعد. يعني كل ده كان ممكن اختصاره في 8 حلقات لا اكتر ولا اقل. بس ك10 حلقات ضايقني؟ لا ما ضايقنيش، كان حلو جدا وعجبني المسلسل من اوله واخره. يعني يعتبر بتلكك كده عشان اطلع سلبيات للمسلسل، بس عموما المسلسل عجبني جدا جدا. مسلسل ريفو من احلى المسلسلات اللي انت هتتفرج عليها من غير ما تحس، هتحسسك بمود والجو بتاع التسعينات، وانت هتكمل معاه كأنك عايش في التسعينات. مش هتحس بالغرابه ولا هتحس ان في حاجه مش مظبوطه، لا هتحس ان انت عايش في التسعينات فعلا. مسلسل ريفو حالة حلوة أو حكاية حلوة فيها شوية مشاعر على شوية غموض على شوية دراما. هتحب المسلسل ده جدا جدا وانا ارشحه لأي حد. وما تنساش تقولي في الكومنتات ايه عجبك اكتر، الجزء الاول من ريفو ولا الجزء الثاني. وبس كده، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ونأكد تاني على الشير عشان ده اكيد بيساعد في انتشار الفيديوهات. وبس كده، لو عايز تتابعني على حساباتي الشخصية على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. سلام.